أقوى الضيوف، المصداقية، الكواليس، الانفراد والحصرية فقط في الخبر. وما تنسوش اللي بتسمعوه هنا صعب تسمعوه في أي حتة. اهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي، وحلقه جديده من برنامجكم المميز دائما الخبر. حلقه جديده اقوى الضيوف زي ما انتم عارفين طبعا، وضيفي في فقره حوار اولى مميزه هو استاذي الناقد الرياضي الكبير الاستاذ فتحي سند، والكاتب الصحفي الكبير اللي هيكون معانا في فقره حوار مميزه جدا. فقره الحوار الاولى طبعا هنستمتع باستاذنا الكبير الاستاذ فتحي سند. اما فقره الحوار الثانيه هي فقره الكره العالميه او الكره الحلوه، وناقدنا الرياضي المتميز عمر عبد الله اللي النهارده معاه امور خاصه بالكره العالميه وبعض الامور الخاصه على ليستر سيتي والتتويج بالدوري الانجليزي. فاصل سريع عشان نستعرض اهم ما جاء في عناوين حلقتنا الحصريه. أول أخبارنا الحصرية: يول يعنف إيفونا ويطالبه بالتهديف. ويول لرمضان صبحي: أنت مش أنت يا رمضان. وثالث أخبارنا: اتحاد الكرة يحصل على موافقة الداخلية لحضور الجماهير الموسم المقبل. قولوا يا رب. رئيس الزمالك يطلب كارتيرون من رئيس وادي دجلة. وكهرباء أزمة كبيرة في جهاز الزمالك. وملابس الحكام أزمة جديدة في الجبلاية بين مجاهد وعصام عبد الفتاح. اهلا بحضراتكم من جديد. بنقدم واجب العزاء لزميلنا محمد الجبالي في وفاه زوجة شقيقه، البقاء لله. وطبعا الجبالي واحد من زمايلنا المجتهدين معانا هنا، وطبعا اخر الاحزان الجبالي. نادي الاهلي امبارح طبعا مني بهزيمه غريبه في اللحظات الاخيره او في الدقائق الاخيره من المباراه، وفي الدقائق اللي الاهلي بيحب دايما يهدف فيها. كانت مباراه لها ظروف خاصه. النادي الاهلي ادى مباراه كويسه سواء كان في الشوط الاول او في الشوط الثاني، ولكن لم يستحسن طبعا استغلال الفرص اللي اتيحت له، خاصه في الشوط الاول مع مليك ايفونا. وفي الشوط الثاني يعني بعض الاداء كده ما عجبش بعض الناس، سواء كان الاداء اللي كان فيه نوع شويه من الفرديه او تصريحات هل نسبت او ترجمت غلط لمستر مارتن. قال لك انا بعد 3 ماتشات الجايين هقعد كده بقى على المخده واستمتع بالدوري. الراجل امبارح في المؤتمر الصحفي قال يا جماعه انا ما قلتش الكلام ده، وان تصريحاتي طبعا حصل لها تحريف. مارتن يول مدير فني كبير وقدير وعارف معنى الكلمه، وعندما يكون مدربا للنادي الاهلي اكيد كل كلمه ليها حساب. نطلع تقرير سريع عن اخر اخبار فريق الكره بالنادي الاهلي ونرجع نتواصل. سريعا يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الهولندي مارتن يول في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في مباراة أمس والتي خسرها الأهلي في اللحظات الأخيرة أمام دجلة. يعقد يول محاضرة فنية بالفيديو للاعبين وذلك قبل بداية التدريبات مساء اليوم، ويسعى لعلاج ظاهرة إهدار الفرص السهلة قبل مواجهة أسوان. أوضح يول المدير الفني لفريق الكرة أن خسارة فريقه أمام وادي دجلة بالدوري ليست نهاية العالم، وموضحا أن الفريق ما زال متصدرا للدوري وبفارق 8 نقاط، وعلى لاعبيه أن يتعلموا مما حدث في اللقاء.
أشار يول إلى أن رمضان صبحي احتفظ بالكرة أكثر من اللازم ولم يشكل خطورة على المنافس مثل اللقاءات السابقة، مضيفا أن لاعبيه وصلوا لمرمى المنافس كثيرا وكان عليهم استغلال الفرص من أجل التسجيل، لكن كل الفرص جاءت مخيبة للآمال، لذلك على اللاعبين أن يستغلوا كل الفرص في اللقاءات المقبلة. وشدد يول على أن فريقه قدم مباراة جيدة، لكن في النهاية النتيجة جاءت سلبية. وعن تغيير عبد الله السعيد ومؤمن أوضح يول أن كل الفرق تلعب أمامه بتكتل دفاعي، والثنائي حصل على فرصته في المباراة لكن غابت عنهم اللمسة الأخيرة، لذلك كان قرار الدفع بعماد متعب أملا في إحراز هدف، لكن في النهاية هي كرة القدم. أضاف أن تصريحاته عقب اللقاء السابق تم تفسيرها بشكل خاطئ، وموضحا أن كل ما قاله إنه يسعى للفوز في اللقاءات الثلاث المقبلة ليكون لديه إريحية في بقية المباريات، وأنه لم يقصد الإساءة لأي ناد أو أي طرف. من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي على أنه لن يتم توقيع عقوبات إضافية على لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد الهزيمة أمام دجلة أمس السبت بهدف من دون رد. وأوضح عبد الحفيظ أن هناك خصومات سوف يتم تطبيقها وفقا للائحة دون اللجوء إلى توقيع عقوبات إضافية على لاعبين. وأشار إلى أن الأهلي واجه سوء حظ كبير في مواجهة دجلة فضلا عن حالة الإجهاد والتي يعاني منها اللاعبون والتي أثرت على تركيزهم خلال المباراة. وفي إطار الاستعداد لمباراة أسوان والمقرر لها ضمن مباريات الأسبوع 28 الخميس المقبل من عمر الدوري، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الهولندي يول السفر إلى مدينة أسوان صباح الأربعاء المقبل. ومن المقرر أن يخوض الفريق مساء الأربعاء مرانا خفيف على ملعب أسوان الذي يستضيف المباراة والتي تقام في اليوم التالي من موعد وصول الفريق.